الله يكرمك. نسمع بقى من الحالة نفسها. والله مفيش أنا- أصدق من المريض والله لما أنا يتكلم عن كنت علم. جاية يعني في الثقة في الله الأول. ونعم وأنا بالله. كنت مريضة بقالي 15 سنة. كل ما أروح لدكتور يقول لي تغيير مفصل. تمام. فتغيير المفصل ده كان بيألمني جدا، وكنت أفضل أبكي. وأنا رجلي دي انقطمت مرتين. وعملت كبيرة كم مرة. وبقالي لما معدتي باظت. فلما جه ابني ربنا يستره ويبارك له في شبابه ويبارك له في عمره يا رب، فقال فقلت له انا رميت حمولي على الله، يلا يا ابني وروح. وجيت للدكتوره، ربنا يجازيها خير على اللي هي عملته معايا ويكافئها خير ويديها الصحه فيها شر المرض ويسعدها ويزيدها كمان وكمان من فضله. ده فضل من الله. والحمد لله بقيت دلوقتي في احسن حال، وبنوي الصلاه وانا واقفه. والله اقسم بالله العظيم انا رحت العمره ما كنت بقف، اقسم بالله العظيم معظم الايام كنت بصلي وفي الحرم وانا قاعده. دلوقتي بفضل الله بقوم الصلاه في الفجر واقفه على العلاج بالطب البديل، على الطب البديل، علاج طبيعي وامامي 100% مع الحجامه مع دكتوره والله ما ادتني برشام. الحمد لله. علاج كله طبيعي وامان، فضل من الله. احنا ما سجلناش كمان يوم ما جيتي اول مره كنت تعبانه جدا جدا، تعبانه جدا. كانوا جايبيني كده محنيه كده والله ما قد. دلوقتي الحمد لك يا رب، اللهم لك الحمد. والركب دلوقتي ما فيش طقطقه وما فيش الم، وبطلع الثالث للطيور بتاعتي. الله اكبر تبارك الله. بطلع الثالث والله بطلع تبارك الله، الله اكبر. واطلع السلم عندي الدور بتاعي الاولاني 9 درجات. يعني احنا نشجع الناس على العلاج، يعني نشجع الناس على العلاج بالطب البديل. والله هتقول لهم ايه؟ اقول لهم دكتوره امل احمد سليمان احسن دكتوره مع احترامها وادبها وذوقها. احسن واحده تعالج بالعلاج الطبيعي والله. يعني ما شاء الله، يعني ربنا يبارك لك يا دكتور يا رب في علمك يا رب، ربنا يبارك لك في علمك يا رب. في علمك يا رب. يعني انا بقول للناس كلها والله العظيم ان هي تيجي للدكتوره بجد. يعني انت هتخشي تعبان وهتطلع. احنا بنشجع الناس على العلاج الطبيعي ونبعد عن المسكنات ونبعد عن الكورتيزون. مهم يعني ان احنا عايزين الناس تتعالج بحاجات طبيعيه وتحافظ على صحتها وتحافظ على خلايا جسمها من الضرر بسبب الادويه الكيميائيه. دي سنه عن الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني حاجه طبيعيه. السلام كان بيعمل الحجامه دي كان بيروق، واحنا بنتبع سنه الرسول عليه الصلاه والسلام. طيب بالنسبه لنقطه الحجامه، في ناس بتخاف من الوجع والالم بتاع والله الحجامه. ما حسيت بحاجه. يعني ايدينا حلوه. والله ربنا يبارك لك ويجازيكي خير. الله يعني والله ما حسيت بحاجه. طب الحمد لله. عشان بس الناس بتخاف تقول تسمع كلمه حجامه يقولوا بتوجع. لا هتبقى كويسه ان شاء الله. انا كنت خايف وبقول ايه يا رب استر انا هموت قبل ما تيجي. بس تبارك الله ما عملت الجلسه. ايه الاخبار؟ فضل ونعمه من ربنا، يا ربنا يجازيكي خير يا دكتور. امين يا رب العالمين. وربنا يبارك لك، ربنا يتم شفاكم على خير، يكفيك شر المرض ويزيدك من نعيمه. امين يا رب العالمين. يزيدك من نعيمه يا رب. الف حمد لله بسلامتكم.